السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. اليوم إن شاء الله حنغطي لكم مشكلتين بقعوا فيها زملائنا المربين في طيور الحجل لهذا الموسم. عندي أنا بيجي بيض مكسور، وهذا حنغطيه ضمن السلوك أسباب وعلاج. وعندي بيضة بتطلع من دون قشرة، برضو حغطيها ضمن العلاج أسباب هذه البيضة أنها من دون قشرة وما علاجها. وعندي هان بيضة صناعية حكي لكم كيف يكون عندكم مثلها، لأنها حتفيدنا وتخدمنا في حل هذه المشكلة. خلينا نبدأ ونقول بسم الله وعلى بركة الله. الآن أولا بدنا نعرف إيش أسباب إنه البيضة بنلاقيها مكسورة بهذا الشكل متعرضة للكسر. عندنا أولا ممكن تكون تعرضت للكسر من خلال الطير نفسه. الآن هذا الطير يا جماعة من خلال منقاره أحيانا بيعبث في البيضة فبكسرها. شو الأسباب الأخرى اللي ممكن نلاقي البيضة بسببها مكسورة؟ أنا تضرب بحجر أو في حديد داخل القفص نتيجة تحرك أقدام الطيور. الأسباب الأخرى كمان ثالثا نضيف إنه الطير ممكن يغازل الأنثى ويمشي وراها بحيث بيريد تكبيسها فبضرب بالبيضة فبيكسرها بغير قصد. طبعا يا جماعة إنه ممكن الذكر يكسر البيض بحيث يمنع الأنثى من الجلوس على البيض لأنه بده إياها تظل له بحيث يستمر في عملية التزاوج والتخصيب الأنثى. الآن إحنا وثقنا لكم 4 أسباب، هذه تسميها مجموعة ألف وهي المجموعة السلوكية عند الطير. الآن عندي سبب ثاني في مجموعة بي وهي المشكلة الصحية عند الطير، إنه عنده مشكلة صحية لازم أحلها. السبب إنه بيلجأ إلى كسرها في المشكلة الصحية إنه عنده نقص في الكلس، نقص في مصادر الكالسيوم، نقص في المجموعة المعدنية أو المجموعة المكمل لإنتاج المبايض للكالسيوم والكلس اللي بيحيط في قشر هذه البيضة. فالآن أنا بالنهاية حتقول لي طيب ماشي عرفت الأسباب أنا سلوكية صحية، أعطيني الحل. حاعطيك الحل وتفضلا وتكرما نتعاون إن شاء الله مع بعضنا. ويا ريت إذا حدا عنده حل لهاي الأشياء اترك لنا إياها في التعليقات، إذا عنده تجارب غير اللي أنا ذكرتها يترك لي إياها. عموما خلينا ننتقل لمرحلة العلاج ونغطي لكم إياها، ومرحلة السلوك ونغطي لكم إياها مع بعضنا. يلا نقول يا رب. وللحلول اللي إحنا لازم نسويها حلول السلوك، فأنا بقوم بإحضار بيضة صناعية تشبه بيضة الحجل بالتمام. هذه البيضة بيعبث فيها الطير في منقار وببلش يضرب فيها إنها تنكسر، فما بتجاوب معاه أبدا. هاي البيضة يا جماعة اللي انتم شايفينها مش بيضة حقيقية، هي بيضة اصطناعية. اللي ما بيقدر يشتري هاي البيضة الاصطناعية من مستلزمات الطيور فيمكن حل المشكلة بما يلي: إنه هو يقوم بإحضار بيضة ويفرغها من الداخل، فبالتالي يضع فيها الجبصين أو الإسمنت فتصبح جامدة، فلو عبث فيها ما بتتأثر. هذا أولا. الآن الأمر الثاني إني أنا البيض أول بأول بقوم بإزالته، أبدا ما بخليه، بشيله أول في أول من عند الطيور. طبعا أنت بتشيل البيض ممكن تلاقي بيض في السلال، ممكن سلوك طير يبيضه هون عادي، يعني هو بيحتاج وين ما بده ببيض. يعني هذا البيض شايفين أنا منوع، عندي الإنتاج في الأبيض والبربري والبلدي السلالات اللي عندي، فوين ما بده ببيض. أنا نظامي اللي عندي أقفاص فبجمع البيض أول في أول ما بخليه. أكيد في ناس وأنا بجمع في البيض بيحكي طب ليش يعني يا أبو عبيدة أنت مش مترك الحجل يطم على البيض؟ بصراحة نتركه يجمع بيض ويجلس في الإقفاص مش بالأمر السهل إنه ينجح، ممكن ضمن شروط معينة ممكن ينجح. ولذلك أنا إن شاء الله بخصص حلقة لهذا الموضوع بتكلم عنه كامل. لكن أنا بحكي لك جرب اترك البيض يتجمع، إذا ما صار عليه إشي وما لعب فيه الطير وطم عليه فبتكون أمورك طيبة والله يبارك لك. لكن قليل ما ينجح هذا الأمر عند الحجل. بعد هيك إما فقاسة أو تحت دجاج لازم أنت تفقس البيض. الآن ننتقل إلى المجموعة بالمشكلة الصحية اللي عند الطير وكيف لازم نحلها. أولا أنا لازم أجيب كلس، وأنا بصراحة هذا الدواء ممكن تصوروه هيك، تصور الشاشة. هذا الدواء كثير فعال وممتاز بصراحة، اللي بجربه سنوات
ما شاء الله منتج أردني محترم وممتاز. عبارة عن كلس تراب مطحون مع مواد وعناصر معينة موجودة كلها في الوصف العلاجي هون. هذه أنا بستعملها للطير كما يلي: بحط 10 أيام ملعقة صغيرة على نصف لتر ماء وبخلطه وبقدمه للطير. الآن في كمان بيجي منه كلس سائل ممكن يزودك فيه الطبيب المعالج البيطري، برضو أنا بستعمل منه ل10 أيام، بدعمه كلس وفيتامين D3 ومجموعات من الفيتامينات، هذا بيعزز إنتاج المبايض. فأي بيطري بيعطيك هذا الحل المناسب للمشكلة الصحية. أيضا نضيف إلى أني أنا بستعمل أملاح معدنية، هاي عبارة عن، خلينا أدير منها شوي، زي هيك تيجي زي التربة، شايفين كيف تخلط بالعلف، أيضا موجودة عند البيطري بحيث تكمل الغذاء لدى الطيور. شوفوا يا جماعة، مثلا عندي هون العلف، أنا باجي بزود عشان أوثق لكم، برش لي شوي هيك على العلف وبخلطه، فتاري هذا صار جاهز كمواد معدنية. هون شايفين بحط أنا كمية بسيطة معينة في المشرب وبخلطه، فتصير المي فيها هذا العناصر. أو حتى هذا الدواء بحط لي مثلا في طرف السرنج قليل من 4-5 نقاط على هذا الطير اللي بحتاج علاجه، لأنه مش كل الطيور راح ألاقي عندها هذا السلوك. طبعا وبالنهاية البيطري هو اللي بيحدد لك الكمية والجرعة المناسبة بحسب الشركة الصانعة اللي بتوثق على الدواء. طبعا هاي الخزانة أنا بحتفظ فيها بالدواء وبحفظ فيها البيض، وبحط عندي أمور الضيافة موجودة، فنحفظ البيض بعيد عن أشعة الشمس وفي مكان معزول، وكذلك الدواء بحيث تكون أمورنا طيبة. فهيك إحنا إن شاء الله بنكون وثقنا لكم أيضا العلاج المناسب والأمثل. طبعا يا جماعة، أنا وأنا بصور عندكم فيديو، هذول جوز الحجل تبارك الله وضعوا أول بيضة واليوم التاريخ 2/5، فإيش أسباب تأخر الموسم وليش الطير إلى الآن ما باض؟ هذا إن شاء الله حلقة مستعجلة المرة القادمة أغطي لكم إياها. وهي أكبر دليل إنه والله الآن هذول وضع بيض، ومن أول السنة وأنا بنتظر ولا بيضة. تاريخ 2/5 وضعوا أول بيضة. في الختام زي ما انتم شفتوا غطينا لكم البيض المكسور مشكلته وطرق حلها، وغطينا لكم البيض من دون قشرة مشكلته وطرق الحل. الآن بالنهاية بذكركم في الاشتراك في القناة إذا بعدكم مش مشتركين، اتركوا لنا تعليق، إذا عندك سؤال أو استفسار أيضا اتركوا في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب في المقطع. ودمتم في صحة وعافية، نلتقي إن شاء الله في مقطع جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.